السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم عبد الودود للطبخ والحلويات. إن شاء الله تكونوا لاباس، تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وبسيطة نستعملها أنا بزاف، يعني تسلكني مرات، وهي وصفة للبطاطا، يعني كأنه غراتان في البا، ماهوش في الكوشة، يعني ما يطيبش في الفور، وسهل وسريع. نحتاج كمقادير لهذه الوصفة. هنا عندي بطاطا، عندي 3 حبات بيض، عندي ملح، عندي فلفل كحل، ونحتاج 2 ملاعق من البقدونس او المعدنوس مقطع رقيق، نحتاج ربع حبة بصل، يعني انا هذا الربع راح نقسمه على 2. نمشيو لطريقة التحضير. انا هنا البطاطا اللي عندي يعني قيس العائلة، كل وحدة دير قيس عائلة تاعها. هنا راح نقطعها، قلنا راح تقطعيها رقيق، ماشي رقيق يعني متوسط كيما هكذا. راح تقطعيها هكذا كيما راهي تشوف الاخت، يعني ماهيش رقيقه وماهيش غشينه. انا هنا راح نقطعها كامل. الان واش راح نديروا البطاطا هذه بعد ما قطعناها؟ راكم تشوفوا يعني قطعناها بسمك هذا، يعني ماهيش غشينه وماهيش رقيقه. راح نضيف لها شويه تاع ملح، يعني كل واحده على حساب الملح، على حسب ذوقها، كاين اللي تحب مالح، كاين اللي تحب شوي. هنا بعد ما ملحناها راح نخلطوها. لازم نكونوا دايرين حاجه تحت الكسكاس تاعنا او الصفايه. راح نخلطها مليح. انا هذه البطاطا راني دايرت لها تحتها يعني بول كبير، وحطيتها في كسكاس. الكسكاس هذا دروك بعد ما درنا هنا الملح راح نغطيها ونخليها حتى تتقطر، يعني واحد النصف ساعه حتى تطلق الماء تاعها. هنا هذيك البطاطا انا هنا راح نخليها واحد النصف ساعه، ومن بعد نرجعوا مع بعض باذن الله نكملوا الوصفه. اخواتي الكريمات، هاي وين البطاطا بعد ما خليتها نص ساعه. راح نشوفوا كميه الماء اللي فيها. شوفوا هذا هو الماء اللي طلقته لي البطاطا، يعني اللي قطراته. الان واش ندير؟ راح انا نقلي هذه البطاطا ومن بعد نرجعوا مع بعض باذن الله. الان البطاطا تاعنا راهي تتقلى. جبت انا هذاك الماء اللي قطراته البطاطا، راح نجيب لاغاب وراح نقسم هذا الحبه تاع البصل، يعني داك الربع حبه تاع البصل اللي قلنا عليه. الاخت اللي تحب النكهه تاع البصل تقطعه رقيق، يعني هنايا تقطعيه رقيق. انا شويه باش انا هنا راح نرابيه، لانه باش الاولاد ما يتولهوليش النكهه تاعو. راح نرابيه هنا في الخشينه شوي. راح نرابيها، يعني راح تعطينا الذوق تاع البصل. هنا بعد ما رابيت البصله تاعي، يعني خليت فيها قطع، راح ندير المعدنوس. الملح لازم الاخت تحاذر دير غير قيس البيض، لانه الماء هذاك تاع البطاطا راه مالح، ديروا قليل من الملح فقط. وراح نديرو ربع ملعقه فلفل اسود قليل فقط، كما راهي تشوف الاخت، ربع ملعقه. الان راح نكسر البيض.
هنا عندي كميه من الفرماج، يعني هذا اختياري، انا حبيت نديرها باش تعطيني ذوق مليح. هذا جبن طري. هنا راح نخلط المكونات اللي عندي. انا هنا هذه راح نتركها حتى تتقلى لي البطاطا، ونعاودوا نرجعوا مع بعض باذن الله. الان هاي وين البطاطا بعد ما قليناها، ها وين اللون تاعها، قليناها عادي. انا هنا نيش على النار كما راكم تشوفوا، هي قليله خلاص. واش راح ندير؟ راح نجيب الخليط هذاك راني درت عليه الفرماج، درت عليه الجبن. واش راح ندير؟ راح ندير فوق البطاطا، راح نوزعها كامل فوق البطاطا، وراح نغطيها. كي نبداو نشوفوا في الجوانب تغلي، يعني هذيك لاصوص اللي درناها تاع البيض، كي نشوفوها تبدات تغلي يعني منا من الغطاء، نشوفوا دير في فقاعات فماك، عاد نبداو نحركوا. هنا راح نخليهم مده، يعني كما قلت لكم ماده بالنار قليله، يعني حتى يدير فقاعات. وهذيك البطاطا راهي تشرب في هذاك الماء تاعها مع البيض والبصل، داك الخليط اللي درناه، كل النكهات راهي تتشرب. الان نشوفوا ها من الفقاعات اللي راهي كما الاخت راهي تشوف، ها فقاعات من الجوانب. الان واش نديروا؟ نحكموا تاع اللوح، يعني ملعقه تاع الخشب، ونبداو نحركوا كما هكا، نخلطوها. هكذا راهي لاصوص تاعنا نشفت، وطابت البيض تاعنا طاب. الان انا راح نغلق عليها ونطفي النار، تحت النار نطفي تحتها، وراح نغطي عليها ونشوفوها جاهزه باذن الله في صحن التقديم. اختي الكريمه، ها الطبق تاعنا سهل وخفيف، كعشاء او غداء جاهز. هذا ممكن ترافقيه، تكوني درتي دجاج في الفرن مشوي وبغيتي ترافقيه، ديري هذه مرافقه له، يعني راح تجيك مليحه، خصوصا اذا زدتي معاها حوالي ملعقتين من لاصوص هذيك تاع الدجاج، يعني راح يجيك ذوق لا يعلى عليه. ان شاء الله منكم، ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تعجبكم. اذا كانت عجبتكم ماذا بكم ديروا لي جيم اسفل الفيديو، وتشتركوا معايا في القناه ليصلكم كل ما هو جديد. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.